هلأ رح نرتب الأغراض معكم في الثلاجة. رح نعمل الثلاجة كمخزن نرتب فيه المواد الغذائية لأنه ما في كهرب وما رح نستفيد منها. رح نبدأ بسم الله. حليب، باكيتين حليب بيفيدونا في رمضان. رح نعمل منهم حلويات ومعجنات، معلبات، فول، بيفيدونا للسحور في رمضان. كمان رز قصير للمحاشي والاشياء زي هيك، والرز قصير بنعمل حلويات، رز بحليب ان شاء الله. وسكر. نرتب الاغراض بهيك طريقة جميلة. كمان علب حلاوة نتسحر فيهم في رمضان ان شاء الله. وكمان معكرونة سباكيتي 3 باكيتات. كمان حمص حب بنعمل منه ان شاء الله فلافل وحمص للمفتول. رح نحطه تحت. رز برياني طبعا هذا 5 كيلو، اجانا من مساعدات. وبنشكر أهل الإمارات على المساعدة اللي كتير حلوة. بيفيدنا في رمضان، بنعمل منه مقلوبة والكبسات وزي هيك أشياء. كتير تقيل، رح نحطه في الرف الثاني. كمان رز طويل، باكيتين ملح. وأهم إشي زيت القلي بيفيدنا للمقالي في رمضان. رح انزل الحليب تحت لانه ما بيجي بطول الزيت. رح نرفعه فوق. كمان في عنا علبة زيت 3 لتر طبعا. يعني اكتر اشي بنستهلكه السكر والزيت للمقالي والحلويات كمان بفيدنا كتير. خميرة للمخبوزات والخبز والمعجنات 3 علب بكفونا ل3 شهور واكثر. مرتدلة بنتسحر فيه في رمضان. عدس، زهقنا العدس، اشي لازم يجي في المساعدات الغذائية. بنبقى نعمل منه شوربة في رمضان. وهي كمان عدس. حمص حب، شاي أسود، طبعا سامحونا كان في رفين هان بس كل اشي يعني مكسور. البيت مهدم فما بالكم الثلاجة. هي فلفل اشتريناه لرمضان. ما بنعرف ناكل اكل بدون فلفل لانه الفلفل اشي ضروري يعني. كمان اشترينا علب جبنة لرمضان نتسحر فيهم. جبنة بيضة وجبنة صفراء. كمان اشترينا علبة حلاوة راح نحطها تحت. هلا هذا شكل الثلاجة. بنقصها فواكه وخضار. الفواكه كتير غالية، نادرا لما نشتري. الخضار بنجيب على قد احتياجاتنا اليومية لأنه كل إشي غالي يعني. الأسعار خلصت الحرب بس الأسعار لسه يعني. نشوفكم في فيديوهات جديدة في شهر رمضان، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم ومبارك علينا وعليكم.
لنا سنة ونص وأكتر، زهقنا حياتنا. ادعوا لنا في شهر رمضان شهر الفضيلة نعيش بأمن وسلام، بس بدنا السلام بدون خوف ولا تعب. ادعوا لنا في شهر رمضان المبارك نعيش بأمن وسلام كبقية العالم. عشنا أيام صعبة. ولا تنسوا تدعموا قناتي وتفعلوا زر اللايك وزر الاشتراك حتى يوصلكم كل إشي جديد احنا بننزله. ونلقاكم بإذن الله في فيديوهات شهر رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير.